السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حلا بسيط كده بالبسكوت. زي ما احنا شايفين هنا معانا بسكوت اي نوع انت تحبيه. معايا هنا نص كوباية من اللبن، معايا هنا كوباية كريم شانتيه، ومعايا هنا كوباية لبن وباكت كريم كراميل. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول هنضرب هنا الكريم شانتيه. الكريم شانتيه هنا لو معاكي عندك خام هتحطي السكر، ما عندكيش وهتحطي الباكت هيبقى الباكت بس، هتحطي باكيتين وهحط فوقيهم الكريم كراميل زي ما احنا شايفين. ومعايا هنا كوبايه من اللبن، وهشوف بقى القوام اللي انا عايزاه. هشوف لو حبيت احط تاني هحط. كده انا هضربهم وارجع لكم تاني. زي ما احنا كده شايفين هنا، شايفين القوام عامل ازاي، تقيل ازاي اهو كده. تمام كده. بقى هنبعد الكريم شانتيه وهجيب الصينيه بتاعتي هنا كده. زي ما انت شايفه البسكوت اهو، هنزله هنا في اللبن وهرص البسكوت كده. اي بقى نوع بسكوت انت حباه هتشتغلي بيه. بس اللبن هنا مش سخن، اللبن هنا بارد. زي ما احنا شايفين كده، طريقه بسيطه، والنهارده ان شاء الله الطريقه هتعجبكم جدا. زي ما احنا شايفين كده خلصنا اول طبقه اهي. وهنزل بقى بالخليط بتاعي. زي ما احنا شايفين هنا هاخد نصه بس، والنص التاني هقول لكم هعمل فيه ايه. زي ما احنا شايفين اهو، هوزع كده. هنفرد هنا كويس كده. كده اهو، هغطي كل البسكوت بالكريم بتاعي زي ما احنا شايفين كده. كده اهو كده تمام قوي. وهنزل بالطبقه التانية بتاعت البسكوت زي ما انت شايفه، زي ما عملنا اول مره كده. وزي ما احنا شايفين كده كده الطبقه التانية هنزل برضو بشويه برضو من الخليط زي ما احنا شايفين كده، لان اتبقى معايا كام واحده بسكوته هحطهم برضو في النص. زي ما احنا شايفين كده برضو هنغطي كل دوت بالكريم شانتيه. زي ما احنا شايفين كده كده خلاص كده. دي الطبقه تعتبر التالتة اللي هحطها. برضو هعمل نفس الموضوع كده، هحط برضو البسكوت زي ما احنا شايفين اهو. هحطه بقى هنا كده في النص زي ما احنا شايفين كده، مش هحطه في الحرف على الصينيه زي اول طبقتين حطيناهم. وكده زي ما احنا شايفين دي كده كانت باقي البسكوت، انا حطيته كده برضو فوق الوش. تعالوا بقى نشوف بقيه الكريم شانتيه هنحط فيه ايه. وكده هنا معايا صوص من الشوكولاته هنزل بيه كده. لو حابه الكاكاو الخام ممكن تحطيه، بس انا هنا هعزز الطعم شويه زي ما احنا شايفين هنا كده. وهقلبه كده. هشوف لو محتاجه تاني هحط كده، احط حبه كمان. وهقلبهم.
كده لونها حلو قوي اهي، شايفين؟ يا رب بس تكون واضحه اهو. لو انت بقى حابه الكاكاو الخام ممكن تحطيه، ما ينفعش تحطي من الكاكاو اللي هو اللي فيه السكر. الكاكاو الخام برضه هيديكي شكل وطعم برضه حلو، بس هنا الشوكولاته هنزود كمان الشوكولاته هنا هتديكي طعم احلى كده. كده تمام اهو. قلب كده، لم كل اللي في الجناب كده اهو. كده بقى هنبعد البوله بتاعتنا وهنجيب الطبق بتاعنا هنا كده، وهنزل بباقي الخليط كله زي ما انت شايفه كده. هنا بقى معايا شوكولاته مبشوره زي ما انت شايفه كده، برضو اي نوع بتحبيه هنا كده. وهنا زي ما احنا شايفين كده، كده خلصنا الحلوه بتاعتنا النهارده. كده بقى انا هسيبها في التلاجة وبعد كده نيجي نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. وهنا بعد ما حطيناها 10 دقايق في التلاجة، شايفين هنا بقى الحلاوة والجمال عامل ازاي. شايفين هنا؟ شوفوا هنا بقى الجمال والحلاوة هنا طرية في منتهى الجمال. يا رب النهارده الطريقة تعجبكم، وما تنسينيش في الشير وفي اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.